ومحمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه لوحده ووائل جمعه لوحده. قاعده اخر مره حضرتك جيت فيها بعد او في المباراه النهائيه لمشاهده المباراه النهائيه امام اورلاندو بايرتس للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. عايزك تقول لي بعض الاسرار وبماذا نصحت محمد ابو تريكه وبماذا نصحت وائل جمعه. Before the second match. قبل الماتش الأخير في مصر قدام أورلاند بايرتس كنت هناك عشان أشوف المباراة النهائية، وقلت أبو تريكة والوائل جمعة يلا ده الوقت المناسب للاعتزال في كأس العالم. بعد في كأس العالم أفضل وقت للاعتزال، أفضل وقت. دي لحظة رائعة. لو عملتوا كأس عالم كويس أو ما عملتوش مش مهم، بس كأس العالم للأندية هو أفضل وقت. انتوا هي أفضل فرصة. انتوا عملتوا منافسة كويسة، منافسة عالمية، يعني مسابقة كبيرة، لازم تكونوا موجودين. وبعد كده هي دي اللحظة المناسبة للاعتزال. واعتزل أبو تريكة وقلت كده لا، وكنت متوقع ان برضو وائل جمعة يعتزل، لكن انا اتفاجئت بان هو كمل. بالنسبة لي ده خطأ، غلط. دي غلطة عملها وائل جمعة، عنده 38 سنة، لكن القرار طبعا قراره. راجل قلت لكم ده راجل صريح، بيجيب من الاخر. بيقول هو قال ان هو وائل جمعه اخطا في عدم اعتزاله، او في عدم ان هو ما خدش نصيحه مانويل جوزيه. هو قال كده، ولكن في الاخر مستر مانويل بيقول ان هو في الاخر دي وجهه نظر وائل جمعه. طيب مستر مانويل، هل حضرتك بتعتقد ان الاراء السياسيه او وجهه نظر محمد ابو تريكه السياسيه ليها قرار او ليها ايد في قرار اللي خده محمد ابو تريكه في اعتزاله؟ انت واحد من اقرب الناس ليه ودايما بتكون على تواصل معاه. هل شايف ان القرارات السياسيه او الاراء السياسيه اللي خدها محمد ابو تريكه، على الرغم من ان هي لم تكن معلنه، هل من وجهه نظرك ان الاراء السياسيه دي كانت ليها دور في اعتزال محمد ابو تريكه؟ كل اسبوع بتصل بابو تريكه او كل اسبوعين، لكن ما ردش، فما بقتش اكلمه. مش عارف. اللي انا اعرفه واللي حاسس بيه ان لو كنت في مصر مع ابو تريكه كنت هقول له لا، ما تدخلش نفسك في المشاكل السياسيه، لانه ده السياسيين الفرصه انهم يستغلوا اسمه لاغراض سياسيه. وفي المواقف دي شخص واحد فقط بيخسر، هو ابو تريكه. التانيين كسبوا لكن ابو تريكه خسر، ودي كانت غلطه من ابو تريكه ان هو يدخل نفسه في المشاكل السياسيه. انا مش عارف هو عمل ايه بالظبط لان ما كنتش موجود، لكن انا لو كنت هناك كنت بذلت كل ما املك علشان اقنعه انه ما يدخلش نفسه في المشاكل السياسيه. بعد كرة القدم يعمل كل ما انت عاوز، لكن كلاعب كرة قدم او كمدرب كرة قدم ما تدخلش نفسك في مشاكل سياسية. اوكي. طيب مستر مانويل، من وجهة نظرك الشخصية هل هيعملوا ايه بعد ما يبطلوا؟ يعني خلاص محمد ابو تريكة خد قرار باعتزاله لكرة القدم، ومحمد بركات ايضا خد قرار باعتزاله كرة القدم، وائل جمعة مكمل وعنده بسم الله ما شاء الله من النشاط ان هو يكمل لغايه اخر السنه دي على الاقل، وبعد كده يفكر هيعمل ايه. راي حضرتك ايه؟ هل محمد بركات وابو تريكة هيتجهوا اي اتجاه؟ اداره، تدريب، حضرتك شايف ايه؟ يعني قول لنا رايك في اتجاه محمد ابو تريكة ومحمد بركات بعد اعتزالهم. ابو تريكة بركات كوتش ابو تريكة وبركات يدربوا؟ لا، ممكن يشتغلوا في الاداره الرياضيه وخاصه بركات. ابو تريكة مش عارف هو يعمل ايه، لكن يمكن. تمام. يعني برضو وجهة نظر، يعني انت شايف ان هم مش هيشتغلوا في الكوتشنج يعني او التدريب، فاعتقد ان ده برضو